الآية في آل عمران 47. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. من كانت تخاطب هنا مريم ابنة عمران؟ كانت تخاطب الملك عندما بشرها بالغلام. الملك كانت تخاطب سيدنا جبريل عليه السلام عندما نزل وبشرها بالغلام وبشرها بعيسى. قالت كيف يعني سبحان الله، كيفاش انا باش نولد ومعناها وانا معناها ما كنت معناها من غير زواج، فهمتني؟ ولم يمسسني احد. وانت كمل الايه، كمل الايه شو يقول سيدنا جبريل. مريم تقول ربي. ايه ربي، هي سبحان الله، هو ذاك رسول الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ مريم تقول لجبريل. طبعا انت ما عندك حديث صحيح يقول بانه هو جبريل. لا جبريل، عندي حديث اقرا تفسير. اعطيني حديث صحيح انه هو جبريل. اقرا التفسير. كانت تتكلم مع الملك كيفاش؟ حتى في الايه عندما قالت له يعني اني اعوذ بك ان كنت تقيا، يعني كذاب، فهمتني؟ وقال لها راني انا معناها ملك المبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ هي كانت الكلام هذا كله كانت مع الملك، ليس مع الله سبحانه وتعالى، مع الملك. ثم مخلوق واحد يتكلم مع الله. اسمع هذه الآية. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ولم أكن بغيا. أقرأ لك قرآن وأنت تقاطع، عجيب أمرك يا أخي. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أي بعدين عيسى يتكلم ورسولنا بني إسرائيل إني قد جئتكم من الله بآية. أين جبريل هنا؟ اللي كانت تحكي معاه جبريل هذاك. يعني مريم ابنة عمران صارت مشركة؟ علاش مشركة؟ علاش مشركة؟ شنو اللي فهمته اللي فيها شرك؟ وين فيها شرك؟ شو فيه؟ مريم قالت ربي لمن؟ من هو الرب؟ من هو الرب؟ الله سبحانه وتعالى ربي، الله. لمن كانت تخاطب؟ كانت تتكلم مع سيدنا جبريل. تقول لجبريل ربي؟ سيدنا جبريل دخل عليها سيدنا جبريل، ثم يعني بشرها بالغلام، بشرها بسيدنا عيسى، فاهم؟ قالت يعني ابنة عمران تقول لجبريل ربي؟ كيفاش؟ ابنة عمران مريم تقول لجبريل ربي؟ رسول الله هذاك. طيب لمن قالت ربي؟ لمن قالت ربي؟ جبريل. اسمعني، القرآن مش كما تفهم فيه انت، كما تقرا انت الجورنال ولا مجله، لا القرآن راه حاجه اخرى. راه ان شاء الله. لحظه يا دكتور قالت ربي أنا يكون لي ولد. من تخاطب هنا مريم؟ ما تسمع يا دكتور سامي لحظه، اسمع عشان يا اخي نفهم يا اخي. اصبر يا دكتور سامي. هنا بتقول قالت ربي، هل تخاطب جبريل تقول له يا ربي؟ هل احد يخاطب جبريل بربي؟ هو انت بتكلم مجانين؟ لا اله الا الله. كانت تخاطب الروح القدس، يعني سورة مريم الآية 17 فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. استنى، انت جبت دي منين يا شمعون؟ واقسم بالله انت ما انسي، والله لا. اكيد انت جني. في وراءها ما وراءها، لكن انا انتظر انه الزم الاستاذ بقول محدد الان وبعدين اعرض. جبتها منين دي؟ جبتها ازاي؟ ازاي عقلك توصل ليها وهي سبحان الله، وكأني أول مرة في حياتي أسمعها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أبو معاوية. الله أكبر. يلا تفضل. المسيحيين قعدوا مكبروا معانا يا أولاد. الله أكبر. يلا يا جماعة. ابنة عمران هنا كانت تخاطب، إن قلت أستاذ إن قلت أنها كانت تخاطب جبريل فإذا هي وقعت في الشرك، لأنه خاطبته بكلمة ربي، وكلمة ربي مفردة بدون مضاف إليه، لا تقال إلا عن الله سبحانه وتعالى وحده فقط. تفضل. من كانت تخاطب؟ كانت تخاطب جبريل.
إذا وقعت في الشرك ابنة عمران والعياذ لا بالله. تقع في الشرك يا أخي، لا تقع. هي تتكلم في رسول الله سبحانه وتعالى، رسول ربها سبحانه وتعالى، فهي تتكلم في حضرة الله سبحانه وتعالى. أين المشكل؟ هي قالت ربي أن يكون أنت جبريل، سامحني، أنت جبريل. أعطيني حديث صحيح أنه جبريل. أعطيني حديث. جبريل لا أريد تفسيرك. لا أريد تفسيرك. سيدنا جبريل عندما ذهب إلى مريم، هل ذهب من رأيه هو ولا الله بعثه؟ الله هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر. أعطيني حديث صحيح. هو حتى أنت سامحني، حتى الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي، هو جبريل. الرسول نفسه ما عرف انه هو جبريل، دعك من ذلك. على الاول ما عارف، هذيك مثل مين فيها، على الاول ما عارف، من بعد ولا يعرف ولا يشوف فيه. اعطيني حديث صحيح يقول بان لما قالت ربي ان يكون لي ولد كانت تخاطب جبريل. اعطيني حديث صحيح. يا اسمعني، ممكن تقول يا ربي مثلا، يا الله كيفاش انا كذا كذا، لكن هي مش تخاطب، هي قاعده تسهل، فهمتني؟ هي قاعده تسهل. يعني مريم ابنة عمران عندها كم رب؟ يا اخي مش الرجل قرا لك الايه، قرا لك الايه، قال لك جاء الملك، هو بيده في النهار هذاك، في الساعات هذاك هو بيده، هي قاعده تحكي مع سيدنا جبريل. كانت تحكي مع جبريل. اعطيني حديث صحيح انه كانت تكلم جبريل. اعطيني حديث صحيح. اعطيني حديث صحيح انها كانت تكلم جبريل. ما في حديث الحكايه هذه. سامحني، احنا عندنا دقيقة يا سامي. في نفس الآية، في نفس السورة، عد إلى الخلف. الله سبحانه عز وجل يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي لله سبحانه عز وجل. لمن خطاب مريم؟ لله سبحانه عز وجل. لماذا يقول لجبريل هذا الرجل؟ ولكن دقيقة معلش، أنا راح أوضح لك، ما فيش مشكل. هنا الآية واضحة. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. سألت الله سبحانه وتعالى كيف، ثم قال إيش قال؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. من الذي قال لها هون؟ لما جاءها جبريل عند لا النخلة. تبتعد كثيرا، لا تبتعد، لا تسترسل كثيرا. من كانت تخاطب قولا واحدا؟ أنا ما ابتعدت. هنا مريم عليها السلام توجهت إلى الله سبحانه عز وجل وقالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. إذن ذلك من أنباء الغيب. إجابة سامي غلط، صح؟ لا مش غلط، هذيك هي صحيحة، هذيك هي صحيحة، أنا نجاوب فيها هيك. يا أستاذ محمد مليانة، هل إجابة سامي صحيحة أم خطأ؟ دقيقة يا شمون. أنت الآن بعد وكر قبل ما حبش تقر أنت. معليش يا سامي، آسف يا سامي، ولكن هذه الكلمة هون ربي، قالت ربي أن يكون لي ولد، هنا مفروغ منها، الآية واضحة أو الكلمة واضحة. مثلك الآن أو مثلي الآن لما ندعي الله نقول ربي. إذا قولا تكلمت مباشرة. كانت تخاطب من؟ أيوه، هنا أنت حسب كلامك أنها كانت تخاطب الله سبحانه عز وجل بالقرب، ولكن هذا خطأ. لا، ليس هذا سؤالي يا أستاذ. دقيقة. هي خاطبت الرب سبحانه عز وجل وخاطبته، ولكن كيف خاطبته؟ مثلنا، يعني مثل الإنسان لما يدعي الله سبحانه عز وجل. خلاص، بس جاوبني قول واحد، كلمة واحدة. من كانت تخاطب مريم ابنة عمران هنا؟ هل الآية واضحة أم ليست واضحة؟ واضحة. أجبني من كانت تخاطب. خلاص، بما أنه واضحة، وين عندك المشكل أنت؟
من كانت تخاطب؟ نجاوبك يا شمعون انا نجاوبك. كلمة قل لي كلمة واحدة. ابنة عمران من كانت تخاطب؟ انا نجاوبك شمعون. نعم انا نجاوبك. هو لا واحد يجاوب بس. نعم انا اعطيك الجواب. هو تكلم محمد مليان تكلم بما فيه كفاية. انا نجاوبك. شوف، يوجد الله رب والروح القدس رب وكلمته رب، هما في ثلاثة هما يكونون الله. كلمة الله رب؟ نعم كلمته رب هو المسيح، والروح القدس رب، والله رب في ذاته. أنت صوفي؟ لا أنا مانيش صوفي. هما الله واحد. الواحد كيف تعترف الكلمة والروح القدس والله. صوفي؟ كيف تعترف أنه المسيح كلمة الله الأزلي الغير مخلوق وأنت يعني لست صوفي؟ كيف؟ أنت تقول بأنه كلمة الرب هي الرب. كلمة الله هو رب. إذا قلت هنا بأن إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله. إذا عيسى بن مريم عندك أزلي قديم غير مخلوق. نعم الربوبية عندما يأتي إلى عالم المادة يصبح رب. هاي واحد تنصر. الثاني أعطيني إجابة ثانية. هاي واحد تنصر. أعطينا واحد ثاني. لا ليس واحد تنصر. هذا واحد هو تنصر. هو الفلسفة. اسمع الفلسفة المسيحية لا يفهمها المسلمون. أعطونا الثاني. هذا واحد تنصر. اسمع أنا مسلم لا حتى المسيحيين ما اسمهم نصارى. اسمهم مسيحيين. شكرا. أنت تنصرت 100%. خلاص. الثاني أستاذ محمد، من كانت تخاطب؟ أيوة أنا سألتك هل الآية واضحة أم ليست واضحة؟ واضحة جدا، لكن أريد أن أسمع. أيوة بما أنها واضحة أنت إيش فهمت من الآية؟ أريد أسمع من لسانك. من كانت تخاطب؟ بما أنه الآية واضحة وأنت تتكلم الآن بلسان عربي. أعطيني إجابة. بما أنه الآية واضحة. بما أنه الآية واضحة ربي إيش تعني؟ أعطيني كلمة واحدة. من كانت تخاطب مريم ابنة عمران؟ يا رجل الآية الآن يا أخي أجبني. السؤال صعب. غير السؤال. ربي لما قالت ربي من هو ربها هنا؟ من كانت تخاطب مريم يا أخي؟ الله سبحانه عز وجل. إذا مريم ابنة عمران كانت تخاطب الله عز وجل. لن تغير إجابتك؟ أيوة تفضل. نشوف معرفتك. هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين. أيوة. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه تعليق الذهبي صحيح. أيوة لم يخرجاه. تعليق الذهبي صحيح. أيوة لم يخرجاه. يعني من الذين لم يخرجوه؟ الشيخان. أيوة. اسم الكتاب المستدرك على الصحيحين. ما في داعي يعني. بما أنه لم يخرجاه تفهم ما معناته أنهم لم يخرجاه ولا ما تفهم؟ لم يخرجاه يعني هو صحيح على شرط الشيخين لكن لم يخرجاه. الذهبي أيوة. قال صحيح. يعني ايش معناته؟ يعني الذهبي قال صحيح. في عندك اشكال؟ لا مو هيك. اذا كان صحيح ولكن الشيخان لم يخرجاه يعني الحديث ليس له اصل. ليس له اصل وهو صحيح الاسناد. اتفضل يعني راح ما قولك في تعليق الذهبي شمس الدين قيماز الذهبي؟ اسمع هات الحديث. لم يخرجاه الشيخين معناها لم يلقح، والحديث لم يلقح معناها لم يكتب، أي هو ضعيف أو صحيح. وعندما تقول حديث صحيح الإسناد لا يعني أنه صحيح، إسناده طيب صحيح. الذهبي ماذا لكن قال؟ يمكن يجب يكون مكذوب. أنت أحسن من الذهبي؟ شمس الدين قيماز الذهبي. ايش عندك مستدرك الصحيحين؟ ايوه اعطيني مشان اطلع. هل الحديث صحيح حسب الذهبي ام لا؟ يا رجل مستدرك الصحيحين اعطيني السند مشان اطلع الحديث. تعليق الذهبي انت تفهم بالسند اكثر من الذهبي؟ يا رجل انت قلت هل انت تفهم في علوم الرجال اكثر من الذهبي؟ لم يخرجاه الشيخين. راح اصعد لك الحديث ما فيش مشكل، وراح اضعف لك الحديث ما فيش مشكل. اعطيني السند اللي عندك. انت تعرف بعلم الرجال اكثر من الذهبي؟ مستدرك الصحيحين مين ده؟ مين الذهبي. يلا الكتابة صغيرة. تعرف مين هو الذهبي؟ يا رجل اعرف الذهبي ولا اعرف كيف ما اعرف. مين هو اعطيني الذهبي؟ السند. اعطيني السند اطلع السند يا رجل. اعطيني اطلع السند.
مين هو الذهبي؟ اعطيني اطلع. ممكن تعطيني السند ولا مو ممكن؟ مين هو الذهبي؟ مين هو الذهبي؟ ممكن تعطيني السند ولا لا؟ مين هو الذهبي؟ ممكن تعطيني سند؟ مين هو الذهبي؟ ممكن تعطيني سند؟ ما تعرف مين يا الذهبي؟ اخي محمد أعطيني مليانة، السند. قل له من هو الذهبي. انت قلت ان انا اعرف الذهبي، قل له من هو الذهبي. لا ما يهمني فيه هو، ما يهمني فيه هو يعرف الذهبي ولا ما يعرف، هو اصلا ما يهمه الاسلام، انا يهمني اعطيني السند. يا اخوي هذا حديث صحيح، هو امامك يقول هذا حديث صحيح الاسناد. يا قمر لم يخرجاه الشيخين، اذا كان لم يخرجاه الشيخين في بحث، اعطيني سند الحديث اللي انت تقرا منه، تفضل. سامي حط ميوت في عندك وشة. عندك السند، تعطيني السند ولا ما يا تعطيني سامي السند؟ حط ميوت عندك وشة يا سامي. الآن في مشكلة بالحديث، الذهبي صحح الحديث. يلا مستدرك الصحيحين. ايوه الذهبي قال صحيح. للذهبي ايوه. الذهبي قال صحيح. التعليق من تلخيص الذهبي صحيح. ايوه جزء كم؟ ايوه جزء كم؟ جزء 2 صفحة 405. جزء 2 صفحة. بدك تروح تدور على الحديث؟ ايوه. ما هي الصفحة والرقم امامك والكتاب. لا انا اصدق نفسي. صدق نفسك، يلا دور. الدكتورة حنان على فكرة قبل شهر 25 دقيقة اعطيتها حديث ما عرفت تجيب. ما يهمني بالدكتورة حنان، انا ما يهمني بالدكتورة حنان. يلا جيبه انت، رح نستناك. ها هلا الساعة 11:23. اي شمعون حينما قال القرآن، قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، مع من كان يتكلم؟ واضح. ابراهيم الخليل، خليل الرحمن. لا، مع من كان يتكلم حينما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ كان يتكلم مع الرحمن. مع الله؟ لا الرحمن. مع الرحمن؟ عندك مشكلة إذا تكلم مع الرحمن؟ إذا أنا قلت لك أن إذا قلنا نحن نسمي مثلا أبي مثلا والدي الذي ولدني يعني ويرزقني بعمله في خارج البيت برب البيت، فكذلك الروح القدس وكلمة الله هم أرباب على الناس. أستاذ في إضافة أنت أضفت البيت، رب البيت. نحن نتكلم عن رب بدون إضافة، وقول إجماع العلماء أنه كلمة رب بدون إضافة تعني الله وحده فقط. يا أخي الله الواحد، يقول لك الله الواحد. دقيقة يا قمر. هاي راح 3 دقائق وما جاء أنه لم يتم العثور على نتائج كثيرة تطابق طلب البحث. يبدو أنه لم يتم العثور على نتائج 3 دقائق يا شباب، راح وما جاب الحديث. تطابق طلب البحث الذي أجريته. أنا في المكتبة الشاملة، أنا في المكتبة الشاملة مو المواقع، أنا في المكتبة الشاملة، أنا في المكتبة الشاملة. أنت تدري؟ يلا ابحث. هل تعرف ما هي المكتبة الشاملة أم لا؟ يلا ابحث. أيوة. بما أنك تدري أن المكتبة الشاملة يعني هذا الحديث لا يوجد في المكتبة الشاملة. افتح كاميرا يا محمد مليون، افتح كاميرا. يلا احنا ماشيين على الدقيقة 4 يا شباب. ما فيش مشكل. قال لك ما لي علاقة بالدكتورة. نمشي على الدقيقة 10. هلا راح نشوف. العد التنازلي بدأ. هاي صار 4 دقائق فما فوق. يلا جيبوا. يلا ما فيش مشكلة، نطلع واحدة وراح نوضح لكم. لأنه أيوة نروح هون. أيوة مستدرك الصحيحين الذهبي. يلا نروح هون المكتبة الشاملة، كتاب المستدرك على الصحيحين. ما فيش مشكل، بطاقة الكتاب وفهرس كذا وكذا. يلا ندخل على رقم الحديث الجزء 2 صفحة 405. ايش يعطيك البحث في المكتبة الشاملة؟ ايش يبدو أنه لم يتم العثور على نتائج كثيرة تطابق طلب البحث الذي أجريته.
تطابق شو يعني؟ تطابق ما تأول تطابق يعني الحديث غير موجود في المكتبة هون على مستدرك في المستدرك الصحيحين للذهبي. تفضل. الحديث غير موجود؟ مشكل. أيوة المكتبة الشاملة أمامي. تفضل أعطينا من أين أتيت به أنت. من المكتبة الشاملة. انت شو أيوة يا رجل أنا أمامك. محمد أنا أمامك يا رجل. أنا أمامك جايبه يا من رجل. المكتبة الشاملة مستدرك يا الصحيحين. مستدرك أساعدك الصحيحين ولا أخلي للذهبي الوقت جزء يمشي؟ 2 صفحة 405. أساعدك ولا أخلي الوقت يمشي؟ ساعدوا يا شمعون، ساعدوا. لا. وتبين أنه قليل العلمية، تبين. كرمالك أيوة، بس يا شكراً. أستاذ قمر، كرمالك شكراً. بس. كرمالك. هاي المكتبة شكراً. الشاملة صح؟ هاي المكتبة الشاملة صح؟ أيوة تفضل. أيوة. وهذا كتاب المستدرك على الصحيحين صح؟ وهاي الصفحة 2 أيوة. الجزء 2 وصفحة 405 صح؟ أيوة. وهذا التلخيص الذهبي صحيح. تفضل. أيوة تفضل هات الحديث. يلا ما فيش مشكلة. هاي صار 7 دقائق يا شباب. يلا طالع الحديث عندك. طالع الحديث. سبع دقائق شباب. يلا يا أستاذ أنت خربتنا الحوار يعني. يلا أعطينا متن الحديث من عندك. طالعوا عندك. حدا كبر له الشاشة يا شباب. شوف شاف الحديث ولا ما شاف. صار 8 دقائق. يلا أنت قلت لي الدكتورة حنان ما لي علاقة فيها. راح يصيروا عندك 80 دقيقة وما راح تعرف تطالعوا، مو 25. ما فيش مشكل ما فيش مشكل. اللهم زدنا علما. يزيدك علم و80 دقيقة ما تعرف تجيب حديث؟ أيوة لأنه المشكل ما عندي. عندك كمبيوتر ولا ما عندك؟ لا أنا فاتح التلفاز. تلفاز؟ أنا فاتح التلفاز. أيوة. تلفاز أيوة. ايش يا إيش رجل؟ ده؟ التلفاز يعني الحاسبة ولا ايش؟ ما عندك كمبيوتر. يا شباب شوفوا الكيبورد عنده عم يقول فاتح التلفاز. سبحان الله ما أنت تدلس. أنا فاتح الكيبورد أمامك وأنت تقول لي ما عندك كمبيوتر، يعني إيش؟ أنا راح أرد عليك إزاي؟ أرد عليك كيف؟ طلع الحديث يلا. الله المستعان. الجزء الثاني صفحة 405. ما أنا يلا فاتح طلع. الكاميرا أمامك. طلع الحديث. هي كاميرا مش مفتوحة؟ الكاميرا طلع مفتوحة. الحديث. طلع الحديث. الكاميرا مفتوحة؟ فاتح كاميرا. مفتوحة. 9 دقائق شباب. يلا طلع ما الحديث. يهمني. المستدرك على الصحيحين أعطيني متن الجزء الثاني صفحة 405. افتح كاميرتك شمعون وبين لنا الحديث. افتح اقرأ. انت تنصرت خلاص خليك على جنب. المنازل. يلا هات الحديث. لا اسمه نازل. طلعوا حضرتك مشان تتأكد. أنا مرجعي لا. موثوق. أنا مرجعي أيوة موثوق. بالطبع. يلا طلع المرجع عندك. المستدرك على الصحيحين الجزء الثاني صفحة 405. يلا طلعوا. دخلنا بالدقيقة 10. سامي يبدو عنده علم اكثر. خلينا نشوف جواب سامي شو بيقول. لا سامي مشكلة. سامي مصيبة. سامي ألحد بقوله، أشرك، قال أنه هي خاطبت جبريل. هذا شرك. جعل مريم ابنة عمران مشركة.
وقع في الشرك، واحد تنصر وواحد وقع في الشرك والثالث تايه. ليه أنا ليه تنصرت؟ هي واضحة باينة، هو الروح القدس يعني وكلمة الله هم كلهم الله. أنت قلت الله عنده كلمة وعنده روح، إذا هذا اعتقاد مسيحي 100% صرف، فأنت تنصرت. نعم، حتى القرآن يقول أرسلنا إليها روحنا. مبروك عليك أستاذ. واحد أشرف واحد ألحد والثالث تايه. لا، القرآن اسمع، القرآن اللي يفسروا المسلمين ما مش عارفين يفسروا القرآن. حضرتك أنت اللي راح تعرف تفسر؟ نعم، الله عنده روح وعنده ذات كلمة. وكلمته أزلية؟ نعم، كلمته أزلية. نعم. وعيسى بن مريم وصف بأنه كلمة الله، عيسى بن مريم أزلي؟ نعم، في اللاهوت أزلي. نعم، أما في الناسوت فهو بشري كامل. عيسى في اللاهوت أزلي؟ مبروك يا قمر، مبروك. عيسى في اللاهوت أزلي يا شباب، تفضلوا. وعم يقول أنا مو مسيحي يا مسلمين، هذا مسيحي. يا قمر أنت نصراني. عيسى في اللاهوت أزلي يا شباب. شكرا. كلمة الله، نعم، اسمع، كلمة الله أزلية. نعم. ألف مبروك يا قمر، ألف مبروك ألف مبروك، خلاصك ومجيئك إلى نور المسيح مخلص العالم وخروجك من الظلمة. الله يبارك فيك. أيوة. واتيانك إلى المسيح نور العالم. المسيح قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. أصل المسيح يا قمر تحمل كل الذنوب، يعني الذي يقتل والذي يزني والذي يفعل كله خلاص يتحملها المسيح. أنت رايح معاهم. تحملها على أساس التوبة. نعم. أيوة، يعني الذي يعمل المعاصي يا أستاذ، التوبة النصوحة والذي يعمل المعاصي في درجة واحدة، صح؟ لا، لست في درجة واحدة، لكن التوبة النصوحة تجعلك في درجة عليا، اقتراب للمسيح ويسكن بروحه القدوس في. يعني ايش التوبة يا رجل؟ توبة نصوحة يا رجل. فيه الكثيرين الذين ماتوا وهم ايوه يا رجل، فيه الكثيرين الذين ماتوا وهم يقتلون ناس. محمد خليك بالحديث. ايوه، خليك بالحديث. اعطيني متن الحديث. اعطيني ما وجدت الحديث. صار عندك 13 دقيقة. أنا ما وجدت الحديث. أعطيني الحديث. شوف أبو معاوية. أعطيتك الصفحة والرقم والكتاب. ما فيش. أبو معاوية شو رأيك؟ محمد مليانة، هل أنت إذا آمنت بالله وعملت معاصي يغفر لك أو لا يغفر لك؟ إذا تبت إلى الله يغفر لك. ما فيش. لا، إذا كنت مؤمن بالله وعملت معاصي. أستاذ قمر تابعني مشان نجهز لك معمودية هيك مباركة لحضرتك تليق فيك. لا أخي شمعون، أنا معموديتي في فلسطين في آخر الزمان. أقدس مكان على الأرض. أقدس مكان على الأرض. نعم، أنا أعمد في فلسطين. يعني القدس. استنى يا قمر. يعني عندكم الذي يعمل الفواحش ويعمل المعاصي ويعمل المنكرات ويعمل كل شيء، يعني هو سوا مع الذي يبقى في الكنيسة يصلي، صح؟ لا، بيقول لا فاسقون ولا زنات ولا احنا نتكلم عن التوبة. ان تاب يملك اللص على اللي كان على الصليب جنب المسيح. قال اذكرني. لا، ولكن قال له اذكرني. اسمعني اللص اللي على اليمين قالوا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قالوا اليوم تكون معي في الفردوس. انتهى الموضوع. ايوه، يعني ايش يعني المسيح خلص يعني تحمل كل ذنوبكم، ذنوب الاخرين. تحمل كل الذنوب من ادم الى يوم القيامه. ايوه، بما انه تحمل كل الذنوب يعني أنتم في ميزان واحد، يعني العاصي والزاني وكذا في ميزان واحد مع الذي يظل في الكنيسة ساجد راكع عابد، خلص يعني في ميزان واحد، صح؟ على شرط التوبة أستاذ. خالد بن وليد قتل من المسلمين في معركة أحد. يا رجل اسمعني وأنت اسمعني يا أستاذ. خالد بن وليد في معركة أحد قتل كثير من المسلمين، وفي حروب الردة قتل مسلمين وأحرق مسلمين. في تاريخ البلادري والطبري أحرق أقوام كثيرة. ومالك بن نوير. ما عندك دليل. هذول ليس مسلمين. هؤلاء خالد بن وليد ليس مسلم. مرتدين. خالد بن وليد ليس مسلم.
هؤلاء مرتدين. أتحداك، عمر بن الخطاب قال لأبي بكر أترسل خالدا يا رجل ليقتل ما دخلك المسلمين بعمر ويحرقهم؟ يا رجل ايش دخلك بعمر ودخلك بعلي؟ انا اكلمك الان عن المسيح الذي تحمل كل ذنوبكم وانت الان عاصي وانت الان هل الاسلام يجب ما قبلها ام لا؟ الاسلام ايش دخلك بالاسلام؟ هل أنت الاسلام نصراني. يجب ما قبلها ام لا؟ لا، الاسلام والنصرانيه فرق كبير. هل الاسلام يجب ما قبلها ام لا؟ لا، الاسلام فرق كبير. الاسلام لا يجب دخل ما لك قبله أو بالاسلام. لا، واعطاك مثال يا محمد مليانة، اعطاك مثال قال لك هل الاسلام يجب ما قبل؟ نعم يجب ما قبله. خلاص، والمسيحيه تجب ما قبلها. المسيحيه يرى المسيحيه عندكم المسيح تحمل كل الذنوب. استاذ انت على اساس المسيح تحمل كل الذنوب. انت تخطيت الوقت تبع الدكتوره حنان، انت تخطيت الوقت وصار عندك فوق ال 25 دقيقه. لا دريت ولا تليت. يلا محمد اسمع، كلمة منه، اسمعني، كلمة منه، كلمة الله سبحانه وتعالى هو خلق سيدنا عيسى عليه السلام بكلمة، كما يكون. طيب الجسد مخلوق نعم، ولكن روح عيسى أزلي. كما يقول للشيء كن فيكون. خلاص. كيف يقول للشيء كن؟ نحن نقول كمسيحيين جسد المسيح مخلوق، لكن روحه أزلي كما اعترف الأستاذ وأنتم تعترفون. من اعترف الأستاذ؟ من قال لك هذا؟ لا إذن كلمة الله مخلوق؟ كلمة الله ليس مخلوقة. إذن روح المسيح ليس مخلوق. من قال لك هذا؟ في سورة النساء 158 إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله. لا تدلس. الله خلق، اغزر لي، الله خلق سيدنا عيسى عليه السلام بكلمة واحدة، بكلمة منه. لا اقرأ سورة النساء 158. ليس معناها هو بكلامه، أتحداك تقرأها. اقرأ سورة النساء 158. الله سبحانه وتعالى يقول سامي يعني على اساس، يعني سامي على اساس انك تقول حينما يقول الله في القرآن الذين يؤمنون بالله وكلماته، معناتها الذين يؤمنون بكن. راك فاهم؟ لا، بكلماته اي بالقرآن. اسمع، انت قلت ان كلمة الله هي كن. هل يؤمن؟ هل انا الان اؤمن بكن؟ لا اسمع. خلاص معناتها كلمة الله. اسمعني كلمة الله. المسيح هو كلمة الله. كلمة الله. لا اسمع، هذاك انت عندك مسيحي كلمة الله، لكن عندنا احنا المسيح حتى في القرآن المسيح مخلوق، خلق الله سبحانه وتعالى. لكن كيفاش خلقه؟ ما خلقوش بو عنده بوه، لا، خلقه بكلمة منه، اي يعني هو قال له كن فهمتني فيكون. حتى انا قال لي الله كن فاكون في كيف بطن امي. انت قال لك كن فتكون. معليش يا سامي، نذكرك يا سامي، انت عارف نذكرك يا سامي، نذكرك يا سامي. اسمعوني يا جماعه، انا بدي شمعون اشكركم على هذا الحوار. استاذ قمر تابعني. معليش اعطيه الحديث، اعطيه يا قمر. خلاص انا اشكركم جميعا، خلاص خلص الحوار. 30 دقيقة، ما نص ساعة. معليش شمعون، هذا الحديث نص ساعة. هذا الحديث سيدنا عيسى عليه السلام في واحد محصر، واحد اشرك، وواحد عبد الله سبحانه وتعالى.